ازيكم يا ابطال؟ النهارده هنحل تمارين 5 قوانين الاسس في الاعداد الحقيقيه، اخر درس في الوحده الاولى. التمرين ده فيه افكار مهمه جدا هتوضح لك ازاي نطبق القوانين اللي خدناها في فيديو الشرح، فركز معايا للاخر علشان في باقي الفيديو هتلاقوا مسائل تانية بنفس الاسلوب ممكن تيجي في الامتحان. ويلا بينا نبدا على طول. ندخل في اول سؤال، بيقول لي اوجد قيمه كل مما ياتي في ابسط صوره. مديك اول سؤال بيقول لي سالب جذر الخمسه كلها اس 4. احنا قلنا في فيديو الشرح لما يكون الأس زوجي كنا بنعمل ايه؟ كان السالب بيروح، يعني هتطلع جذر الخمسة كلها أس الأربعة. جميل. طب أنا هنا برضو قايله لك ازاي نحسب القيمة ديت في فيديو الشرح، ان احنا كنا بناخد الخمسة اللي هو الرقم اللي تحت الجذر وبناخد الأس نضربه في النص، يعني 4 في نص ب2، يعني الإجابة طلعت 5 تربيع اللي هي ب25. حلو. سؤال رقم 2، سالب جذر الخمسة والجذر الخمسة بس هي اللي أس 4. هتقولي طب ما هي أس 4 يعني زوجي، يبقى السالب هيروح. استنى، السالب بره القوس يعني ملوش علاقة، يعني هنسيبه زي ما هو وهتبقى جذر الخمسة أس الأربعة. جميل. القيمة دي هتطلع بتساوي ايه؟ السالب زي ما هو الخمسة نص الأس، يعني نص في الأربعة ب2، يعني طلعت نفس الحاجة بس بالسالب، يعني طلعت سالب 25. سؤال رقم 3، سالب جذر الخمسة كلها أس 3. التلاتة دي زوجي ولا فردي؟ سامعاك فردي، برافو. يبقى الفردي كنا بنعمله ايه؟ بنسيب السالب بره، يعني تبقى سالب ونفتح القوس جذر الخمسة أس 3. طب نحسب ديت ازاي؟ قايله لك في فيديو الشرح ان انا لو عملت هنا قلت سالب جذر الخمسة في جذر الخمسة تربيع، هل كان انا غيرت حاجه؟ لا. ليه؟ لان انا عندك هنا، تعالى نرجعها. مثلا انا عندي في الضرب بعمل ايه؟ بجمع الاسس، يعني هنا اس 1 وهنا اس 2، 1 و2 3، طلعت نفس القيمه اللي فوق، يبقى ما عملتش حاجه بس اقدر احسبها. يعني هتبقى سالب جذر الخمسة في الجذر هيروح مع التربيع هيتبقى ايه؟ الخمسة، فالاجابه تطلع لك سالب 5 جذر الخمسة. ندخل في سؤال رقم 4، سالب جذر التلاتة كلها أس سالب الاتنين. دايما لما تلاقي عندك الأس بالسالب حوله للموجب علشان تعرف تحلها. طب أنا ازاي أحوله للموجب؟ احنا كنا قايلين في فيديو الشرح إن أنا بتشقلب ايه؟ يعني لو هي في المقام أخليها في البسط، لو هي في البسط أخليها في المقام، ساعتها أغير الأس. يعني عندك هنا مثلا في سؤال 4 سالب جذر التلاتة ديت معناها إن هي على الواحد. جميل. تعالى نشقلب السالب زي ما هو، يعني هتبقى 1 على الجذر التلاتة. ساعتها بقى انا كده شقلبت الأس يبقى بالموجب، ونفس الكلام لو العكس. طب حلو، يبقى عندنا السالب 1 على جذر التلاتة الكل تربيع، الإجابة تطلع لك 1 على التلاتة. طب سؤال رقم 5 بيقول الجذر التكعيبي للخمسة الأس ايه؟ سالب 3، يعني الأس سالب. تعالى نحوله للموجب، هنا طبعا برضو على الواحد، تبقى 1 على الجذر التكعيبي للخمسة. شقلبت يبقى الأس بقى بالموجب. حلو كده، الإجابة تطلع لك 1 على الخمسة. جميل. سؤال رقم 6، سالب جذر الستة أس الستة. الستة دي زوجي ولا فردي؟ برافو عليك، زوجي. يبقى بنعمل ايه في السالب؟ بيتاكل، بيروح السالب، يبقى تبقى جذر الستة أس الستة. كنا بنعمل ايه؟ بنحسب دي ازاي؟ باخد اللي تحت الجذر اللي هو الستة والأس اضربه في النص، يعني هتبقى 6 في نص، احسبها بالآلة هتطلع لك 3، تبقى 6 أس 3 اللي هي بتساوي 216. ندخل في سؤال رقم 7 بيقول لي جذر الاتنين الكل أس سالب 3. الأس سالب، برافو عليك، يبقى نحوله للموجب، وهنا على الواحد، يعني هتبقى 1 على جذر الاتنين الكل أس 3. يبقى نحسبها ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان الأس دوت مرة على البسط ومرة على المقام. يعني ايه مرة على البسط ومرة على المقام؟ يعني هتبقى 1 أس 3 ب1، وجذر الاتنين أس 3 ب2 جذر الاتنين. ازاي حسبتها؟ جذر 2 في جذر الاتنين في جذر الاتنين، تبقى عندنا الإجابة بتساوي 1 جذر 2 في جذر 2 ب2، وتبقى جذر الاتنين. طبعا في طريقة تانية نحسبها، ان احنا نقول جذر 2 في جذر الاتنين الكل تربيع، فتبقى جذر الاتنين الكل تربيع ب2، يبقى 2 في جذر الاتنين. هتقولي كده خلاص، اقولك استنى، هو عايزها في السؤال في ابسط صورة، يعني ما ينفعش المقام يبقى فيه جذر تحت. فكنا هنعمل ايه بقى؟ ازاي نشيل الجذر دوت؟ هي 1 على 2 جذر الاتنين، هضرب في جذر 2 على جذر الاتنين.
يبقى هتطلع عندنا 1 في جذر الاتنين بجذر الاتنين، وهنا 2 طبعا، هنا 1 2 في 1 ب2 وجذر 2 في جذر الاتنين ب2، فتطلع الإجابة في الآخر جذر 2 على الأربعة. ندخل في سؤال رقم 8، بيقول لك سالب الجذر التكعيبي للأربعة الكل أس الصفر. أنا قايله لك في فيديو الشرح أي حاجة أس الصفر بإيه؟ بواحد، ما عدا حاجة واحدة بس اللي هو الصفر أس الصفر، ساعتها بتطلع غير معرفة. يبقى أي حاجة أس الصفر بواحد ما عدا حاجة وحيدة، الصفر أس الصفر. سؤال رقم 9 بيقول لي جذر 3 على 5 لكل تربيع. الأس دوت بيتوزع مرة على البسط ومرة على المقام، يعني هتبقى جذر 3 تربيع ب3 و5 تربيع ب25. سؤال رقم 10 نفس النظام بس المرة دي ضرب الأس برضو مرة على الاتنين ومرة على جذر السبعة، يعني هتبقى 2 تربيع ب4 في جذر السبعة تربيع ب7، فهتبقى 4 في 7 ب28. ندخل في سؤال رقم 11 بيقول لي جذر 3 على 4 الكل أس ايه؟ سالب واحد. السالب الأس لما بيبقى سالب بنعمل ايه؟ عايزين نحول للموجب. ده بنحول للموجب ازاي؟ بنشقلب. برافو عليك. يعني هنقول 4 على جذر 3، ساعتها هتبقى كلها أس الواحد، والواحد مش بينكتب، فهتطلع الإجابة كده. بس استنى، فهو عايزها في أبسط صورة، يبقى هضرب في جذر 3 على جذر 3، فتبقى 4 في جذر 3 ب4 جذر 3، وجذر 3 في جذر 3 ب3. جميل. سؤال رقم 12 2 على جذر 3 أس سالب 2. برافو عليك، سامعاك وانت بتقولي ده الأس سالب، يبقى هنشقلب. شاطر. يبقى هتبقى جذر 3 على 2 الكل أس 2. يبقى جذر 3 تربيع ب3 على 2 تربيع ب4. ندخل في الجزء الثاني من الأسئلة. أول سؤال مديك إكس تكعيب في إكس أس سالب 2 في إكس أس سالب 1. أنا عندي في الضرب أنا بعمل إيه؟ أنا بجمع الأسس، يعني هاخد إكس لأن ده الشيء الثابت، وبعد كده أبدأ أجمع الأسس، يعني هتبقى 3 زائد السالب 2 زائد السالب 1. يعني الإجابة هتطلع إكس أس صفر، يعني أي حاجة أس صفر بإيه؟ بواحد. سؤال رقم 2 بيقول لي إكس أس سالب 4 على اكس اس سالب 3. انا في القسمه بعمل ايه؟ بطرح الاسس، يعني هتبقى اكس اس سالب 4 ناقص سالب 3، يعني هتبقى اكس أس سالب 4 ناقص زائد 3، يعني هتبقى إكس أس سالب 1. يعني بتساوي إيه؟ طب أنا عندي الأس سالب فأنا عايزاه يبقى بالموجب، بعمل إيه؟ أشقلب هنا طبعا على 1، هتبقى 1 على الإكس. ندخل في سؤال رقم 3. بدأ يقوي بقى الأفكار بس برضو مش علينا، عادي جدا نحط بتاعنا الكسر بتاعنا، وعندنا بيقول لي إكس تربيع في إكس أس سالب 3. أنا في الضرب بجمع الأسس، فهتبقى إكس 2 زائد السالب 3، وننزل على المقام بيقول لي اكس اس سالب 4 في اكس، برضو في الضرب بنجمع الاسس، فهتبقى اكس سالب 4 زائد 1، فهتبقى اكس اس سالب 1 على اكس اس سالب 3. طب انا في القسمه بعمل ايه؟ بطرح الاسس، فهتبقى اكس اس سالب 1 ناقص انا هتبقى ناقص لان احنا من ايه؟ في القسمه بنطرح الاسس، وفي ناقص كمان للسالب 3 هتبقى زائد 3، فتطلع الاجابه اكس اس 2. ندخل في سؤال رقم 4. نركز مع بعضنا بقى في سؤال رقم 4 دوت. تعالى عندك مديك ارقام و A و B، تعالى نضرب الارقام مع بعض وال A مع بعض وال B مع بعض. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا عندنا هنا في البسط في 2 في 5 الاول ب10، بعد كده عندك A تربيع في A اس سالب 1. طب وانا في الضرب بجمع الاسس، يعني هتبقى ايه؟ البسط الأس هيبقى 2 زائد السالب 1 اللي هو 1، فمش بينكتب. البي أس 3 في البي أس سالب 2، هاخد البي، و3 زائد السالب 2 برضو ب1. المقام عندك 10 A أس سالب 3 B أس سالب 2. 10 هتروح مع 10. طب وانا في القسمة بعمل ايه؟ بطرح الأسس، فهاخد ايه؟ وبعد كده هقول 1 ناقص 3 B 4، وهناخد بي 1 ناقص 3 برضو ب 3. لا ثواني، هنا دي 2، يعني هتبقى 1 ناقص 2 برضو ايه ب3، يعني الإجابة هتطلع لك ايه أس 4 بي أس 3.
سؤال رقم 5، اكس أس سالب 6 في اكس أس سالب 2 على اكس أس سالب 3 في اكس أس سالب 4. تعالى اقول لك احنا ممكن نحلها بالطريقه بتاعتنا العاديه، ان انا في الضرب بجمع الاسس واعمل ده في البسط وفي المقام، وفي الاخر هيطلع لي حاجتين مقسومين على بعض، وفي القسمه بنطرح الاسس. تعالى اقول لك على طريقه بقى تكون مختصره وفي نفس الوقت تاخد عليها الدرجه النهائيه، بس محتاج تركز معايا. مش فوق هنا احنا كل حاجه كانت اكس وتحت برضو كله اكس، خلاص هاخد اكس واحده. طب هعمل ايه؟ البسط هجمع اسسه واللي تحت هطرح. ازاي؟ يعني هقول سالب الستة زائد السالب الاتنين ناقص سالب 3 ناقص السالب 4. تعالى نحسبها بقى. اكس، تعالى نقول سالب 6، حطها على الآلة لو انت هتتلخبط، فهتطلع لك اكس اس سالب الواحد اللي هي ايه؟ 1 على الاكس. ندخل في سؤال رقم 6. تعالى احنا في السؤال اللي بيبقى فيه ارقام واكس وواي زي برضو السؤال اللي هو رقم 4 بنخلص كل حاجة لوحديها. تعالى نعمل ارقام لوحدها وبعد كده الاكس لوحدها وبعد كده الواي لوحدها. هنا طبعا بيبقى فيه واحد، يعني هتبقى 7 في 1 ب7 على ال 14 بنص. تعالى بقى نعملها بالطريقة المختصرة اللي هي هناخد هنا الاكس وفي البسط بنجمع، يعني 2 زائد السالب 1 وتحت بنطرح فهتبقى ناقص السالب 3. وبعد كده الواي هتبقى 3 زائد السالب الاتنين ناقص الاربعة، يعني عندنا نص، والاكس هتطلع يبقى نص اكس اس 4 والواي هتبقى اس سالب 3. يعني الكلام معناه ان هي اكس اس 4 واي اس سالب 3 على 2. هنا في سالب عايزين نغيره، فنعمل ايه؟ ننزله في المقام، فهتبقى عندنا النص اكس اس 4 على الواي اس سالب اس 3 بقى. ندخل في الجزء الثالث. اول سؤال نفس الفكره برضو، ان انا في الضرب بجمع الاسس، بس المره دي حطيناها لنا بقى ايه؟ في الجذور عادي ولا هتفرق معانا، احنا برضو هنا جذر 2 وجذر 2 فهو جذر 2 واحدة، وفي الضرب بجمع اسس 2 زائد الاربعة فهتطلع الاجابة جذر الاتنين و2 زائد 4 ب6. واحنا عندنا بناخد اللي تحت الجذر 2 واضرب الاس في نص يعني 3 فتطلع 2 اس 3 ب8. جميل. سؤال رقم 2، هناخد جذر 7 بس وبعد كده برضو ضرب فبجمع الأسس فهتبقى 5 زائد السالب 2. ما تتلخبطش لما يبقى فيه زائد وناقص، خلي السالب دايما في قوس لوحده زائد السالب 1. وانا الصراحة مقتنعة بانك تستخدم الآلة، ملاش تعك الدنيا في الحسابات، تكون فاهم الدرس كله وتلخبط في الحسابات. احسب بالآلة، يبقى عندك جذر 7 الأس 5 ناقص 2 ناقص 1 ب2 فتطلع الإجابة بتساوي 7. سؤال رقم 3، الجذر 2 سامعاك وانت بتقولي جذر 2 وجذر 2 وجذر 2 فهاخد جذر 2 واحدة. استنى، هنا في ايه؟ في سالب، بس في نفس الوقت أس السالب ده ايه؟ يعني أس القوس كله ايه؟ 2، يعني زوجي، يعني السالب هيروح، يبقى ساعتها اقدر اقولك انت زي الفل خد جذر 2 بس. في الضرب بجمع الأسس فهتبقى 4 زائد 2 زائد في سالب خليه في قوس لوحده سالب 2 فتطلع الإجابة جذر 2 أس 4. يعني الإجابة في الآخر تطلع لك 2 أس 2 بتساوي 4. ندخل في سؤال رقم 4. المرة دي قسمة، وفي القسمة بعمل إيه؟ بطرح الأسس، يبقى هاخد جذر 5 وهقول سالب 4 ناقص سالب 6، يعني هتبقى جذر 5 سالب 4 ناقص زائد 6 فتطلع الإجابة جذر 5 أس 2 فتطلع الإجابة 2. سؤال رقم 5، أنا لسه قايله لك لما بيبقى فيه جذر 7 في البسط وجذر 7 في المقام مش الشرط إن هي تكون جذر 7، يعني الرقم يكون ثابت فوق وتحت. كنت ممكن أقدر آخد الرقم نفسه، يعني آخد جذر 7 بس، وكنت بعمل إيه؟ في البسط بجمع الأسس وبعد كده بنزل على المقام بطرح، يعني هتبقى سالب 4 زائد السالب 3 ناقص السالب 9، يعني هتطلع جذر 7 أس 2 فالإجابة تطلع لك 7. ندخل في سؤال رقم 6. سامعاك وانت بتقول لي يا لهوي ده كله سؤال، اقول لك ما تقلقش هو سهل. هنا كله البسط أس جذر 3 والمقام جذر 3 فهاخد جذر 3 واحدة والبسط بنجمع وننزل على اللي تحت اللي هو المقام بنطرح، يعني 2 زائد 4 زائد السالب 1 نزلنا يبقى ناقص 5 ناقص السالب 2 فهتطلع لك
جذر التلاتة، حط يا باشا ده كله على الآلة هيطلع لك 2، فالإجابة تطلع لك 3. وبكده نكون خلصنا الجزء دوت من حل التمارين، وكفايه كده علشان الفيديو ما يطولش عليكم. نكمل بكره ان شاء الله باقي التمارين، فاستنوني. ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد، ومع السلامه.